بعد وفاة شيخ عشيرة بطريقة غامضة، تم اكتشاف شيء مرعب داخل مغسلة الأموات. صدم الجميع عندما رفض المغسل أن يغسل الجثة. ما حدث بعد ذلك لا يصدق. مرحباً، كيف الحال؟ أشعر بحرية مطلقة اليوم. لقد غيرنا كل الديكور والأشياء في البيت وأنفقنا الكثير من المال. نعم، لقد غبت طويلاً، ولكن كما يقولون: من طول الغيبات جاب الغنايم. أنا أعترف أنني لا أنزل القصص كثيراً، وهذا قد يزعجكم، وأنا آسف على ذلك. لكن هناك شيء مهم قد لا تكونون منتبهين له. قصصي ليست عادية. معظمكم لاحظ ذلك. قصصي ليست من النوع الذي تسمعه ثم تنساه، بل تظل محفورة في الذاكرة. أنا دائما أركز على جودة المحتوى وليس كميته، لأنكم تستحقون الأفضل دائما. تأخري هو حتى أقدم لكم محتوى يليق بمستواكم. أنتم هنا لستم مجرد متابعين، بل أنتم عائلتي المميزة، وأهم شيء بالنسبة لي هو رضاكم. أعرف أنني أطلت الحديث، ولكن يجب التوضيح. أنا لا أطيل عليكم عادة. والآن لنبدأ القصة. هذه العشيرة لا أستطيع ذكر اسمها لأسباب خاصة وخطيرة. كانت عشيرة تعيش في قرية صغيرة بمحافظة عراقية. اشتهرت بعزلتها عن باقي العشائر وعن المدينة. كانت في عمق الريف، ولم يكن أحد يعرف عنها أي شيء. لكن الأغرب من العشيرة كان شيخها. كان شخصية غامضة وكبيرة في السن، ويقال إنه خطير جدا. هو الذي منع أفراد العشيرة من الاختلاط بأي بشر لسبب غامض ستعرفونه مع الصبر. جاء اليوم الذي كشف الغطاء عن هذه العشيرة وشيخها، عندما مات الشيخ بطريقة غامضة. ننتقل الآن إلى مغسل الأموات الذي نسميه في لهجتنا المغسل. الشخص الذي يعمل في هذا المغسل لن نذكر اسمه، ولكن لنسميه فؤاد. هذا فؤاد هو الذي يقوم بغسل الجثث على منضدة المغسل. يتحدث فؤاد ويقول: لقد مررت بأشياء غريبة ومرعبة أثناء تغسيل الأموات، ولكن في يوم السبت بينما كنت أنتظر الجثة التي اتصلوا بي وأخبروني أنهم سيحضرونها لي لأغسلها، وكنت وحدي في المغسل وكان الوقت مغرباً، شعرت لأول مرة بدوخة قوية وألم في رأسي. كان صداعاً مختلفاً، ليس مثل أي صداع عادي. كان هناك ألم، وكان هناك صوت بعيد وعميق يتردد في رأسي. كان كما لو أن هناك شيئاً يحاول إيصال رسالة لي. الذي فهمته من هذا الصوت العميق داخل رأسي يقول: أغلق المغسل وغادر الآن، ولا تغسل الجثمان القادم. لأول مرة في حياتي أشعر بمثل هذا الإحساس، لكن للأسف تجاهلته completely. في هذه الأثناء سمعت باب المغسل يطرق. عند سماع دقات الباب شعرت بانقباض روحي وتسارع دقات قلبي بدون سبب. تقدمت نحو الباب ويدي ترتجف، وقمت بفتحه. إذا بي أرى 4 رجال أمامي يرتدون ملابس سوداء بالكامل وملثمين، وجوههم مغطاة بالشماغ وعيونهم فقط ظاهرة. لكن الصدمة الأكبر كانت عندما رأيتهم يحملون الجثة بدون تابوت وبدون كفن، فقط جثة الميت مكشوفة. فانصدمت من المنظر وقلت لهم: يا جماعة، هذا لا يجوز. كيف تكشفون ميتكم بهذا المنظر بدون كفن أو تابوت؟ لكن رد فعلهم لم أكن أتوقعه أبداً. تقدم أحد هؤلاء الأشخاص الملثمين ونظر إلي بعيون حادة بقوة وقال: لا كلمة، هذه كانت وصية الشيخ قبل موته، وأيضا وصيته تقول: مرفوض أي كلام أثناء تغسيل جثته، وحتى بسم الله الرحمن الرحيم وقراءة الآيات القرآنية مرفوضة تماما أثناء تغسيل جثته ودفنه. اقطع كل الكلام من الآن، وإلا سنقطع حنجرتك، وأي خطأ منك تعرف ما سيحدث. سنتركك وحدك الآن مع الجثة حتى تغسلها وننتظرك خارجا، وأي شيء سيحدث أثناء الغسل وتراه أو تسمعه داخل المغسل سيبقى داخل المغسل ولا تتكلم عنه، فهمت؟ تقدموا داخل المغسل ووضعوا جثة الشيخ على منضدة المغسل، وخرجوا خارج المغسل ينتظرون حتى أكمل الغسل. فصرت وحدي أنا وجثة الشيخ فقط، وكانت تصدر رائحة من جثة الشيخ،
والله تختلف عن رائحة أي جثة شممتها قبلا، لكن كانت مشابهة لرائحة أسوأ من رائحة الجثة، رائحة شممتها قبلا، وهي رائحة السحر المدفون، السحر الذي يدفن بجانب القبور، والذي يحتوي على أكثر الأشياء والمواد نجاسة وبشاعة لا أستطيع ذكرها لكم. لكن الصادم ليس الرائحة. الصادم عندما اقتربت من جثة الشيخ على منضدة المغسل ونظرت لها، كانت جثة طبيعية كباقي الجثث التي تأتي لي للمغسل، لكن غير الطبيعي عندما بدأت بالتغسيل. أخذت وعاء مليء بالماء ورميت الماء على الجثة، لكن الصادم أول ما نزل الماء على جثة الشيخ فجأة فتحت الجثة عينيها بقوة غير طبيعية، وأنا هنا ارتعش جسمي كله عندما رأيت منظر عينيها المفتوحتين. فقلت: احتمال هذا الشيء ناتج من تشنج أو ارتجاف عضلي بعد الموت، وهذا الشيء نادرا ما يحدث للجثث. فهدأت نفسي وقلت: هذا شيء طبيعي، دعني أكمل. لكن الذي زاد الأمر غرابة أن جثة الشيخ بعد أن فتحت عينيها ظلت تنظر إلي دايركتلي، فقلت: لا، هذا الشيء غير معقول أبدا. لكن أيضا لا أزال غير مصدق، احتمال نظرة عينيها ثابتة علي لا أكثر. فغيرت مكاني بسرعة، والصدمة رأيت عيون الجثة حقا تلاحقني وتدور عيونها إلي. تحركت أكثر. يا الله، أينما أتحرك توجه عيونها إلي. عيون الجثة مفتوحة بقوة ورعب، مركز علي فقط أينما أتحرك. وفي هذه اللحظة شعرت أن كل جسدي اهتز. كيف سأغسل جثة ميت وهي تنظر لي؟ لكن قاومت وقمت بنفسي وسميت بسم الله داخليا، وقلت: دعني أغسل الجثة بكل سرعة وأنتهي. وهنا ستأتي الصدمة الثانية التي لم أتوقعها. ملأت الوعاء بالماء مرة ثانية، وأنا جدا لا أطيق الرائحة الكريهة التي تفوح، فسكبت الماء على صدر الجثة وبدأت أفركها بيدي اليمنى لتنظيفها وتطهيرها. لكن فوجئت بأنه أول ما وضعت يدي على صدر الجثة وقمت بفركها، فجأة جلد الجثة انزلق من اللحم وذهب مع يدي. كان جلده متفسخا، وبمجرد أن أضع يدي على الجثة بهدف فرك الجلد وتطهيره، الجلد لا يقاوم بل ينشق وينفصل عن اللحم بسرعة، بحيث يستحيل أن أكمل غسل هذه الجثة لأنها ستتشوه كومبليتلي، وكأن الجثة ميتة منذ أيام. والغريب أنهم قالوا: مات اليوم. وهنا أنا قلت: لا، هذا الشيء يجب أن يتوقف الآن، ومستحيل أن أكمل مهما حدث. وعيون الجثة لا تزال تنظر. وفي هذه اللحظة كدت أن أجن. ما يحدث يجب أن أخرج وأكلم ذوي هذه الجثة وأقول لهم أن الشيء الذي يحدث غير طبيعي. فمشيت باتجاه باب المغسل حتى أخرج وأكلمهم، لكن عندما وصلت ووضعت يدي على مقبض الباب حاولت فتحه، فوجئت بأن باب المغسل الخارجي لا ينفتح، وهو المخرج الوحيد من غرفة المغسل. ماذا يحدث؟ حاولت فتحه مرة مرتين، لكن لا، الباب مغلق. معقول أنني لم أقفله؟ ولا أحد يملك القفل غيري. معقول أنهم قاموا بقفل الباب من الخارج؟ ولكن لماذا؟ وما الهدف؟ فتركت الباب بقوة. لا رد. صرخت بصوت عالي: يا ناس، يا عالم من وراء الباب، افتحوه! لا شيء، كأنما أتكلم وحدي ويذهب. ولكن ماذا يحدث؟ والآن صرت مسجونا ومحاصرا وحدي مع جثة الشيخ غير الطبيعية. التفت إلى الوراء ونظرت إلى الجثة، والصدمة رأيت الجثة جالسة على منضدة المغسل بظهر مستقيم، كأنما تلبست بها روح مظلمة من عالم آخر، كأنما صارت بها روح، وتنظر بعيون مفتوحة بقوة كأنما عيونها تخترقني. وفجأة انقطعت الكهرباء وطست جميع إضاءات المغسل. الظلام صار دامسا، كل شيء لا أستطيع رؤيته حرفيا، وأنا محاصر الآن في المغسل مع جثة الشيخ. معقولة الذي رأيته الآن؟ لو أني أهلس. طيب ماذا أفعل الآن وكيف أخرج من هذه الورطة؟ الكارثة ليست هنا، الكارثة ظللت أسمع أنينا غير طبيعي يصدر من مكان الجثة التي لا أستطيع رؤيتها. يا الله، ماذا سيحدث؟ فظللت أتراجع وأتراجع
حتى وصلت إلى زاوية المغسل وقعدت بالزاوية وحضنت جسمي كله ولممته بيدي وأنا أحس روحي تنقبض من الرعب ولا أعرف ماذا سيحدث لي. فضلت أسمي بسم الله بيني وبين نفسي، ففجأة الصوت الأنين الصادر من الجثة ظل يعلو أكثر، وفجأة في منتصف الظلام ظللت أسمع أصوات مناداة صادرة. هذه الأصوات من كل جهة في المغسل، وكلام بصوت غريب جدا وغير بشري، كلام بلغة غريبة وكأنما طلاسم من كتب السحر القديمة. لا، الأمر تطور أكثر. أسمع عدة أصوات بواحد وبعدة اتجاهات، وكأنما حوار يدور بين 3 أشخاص. وفجأة بدأ الحوار يصير أكثر حدة وبصوت أعلى، وتحول إلى صراخ قوي جدا. صوت بلغة غريبة. لا أعرف ما هذه الكائنات التي تصرخ على بعض، لكن أكيد ليست بشرية، وأكيد بسبب الشيخ. الله أعلم ما الأفعال السابقة التي فعلها والتي سببت هذا الشيء الآن. وبدأ الموضوع يتطور أكثر، والصراخ على بعض صار قوي وعالي جدا بحيث أسمعه وأكاد أنهار من قوة الصوت. وسديت أذاني بيدي والصوت يخترقهن، والله كأني بيوم القيامة، والمشكلة لا أرى أي شيء. وفجأة ظللت أسمع مع صوت ضرب قوي جدا. فزعت روحي أول ما سمعت الضرب. صوت ضرب ليس عاديا، أسمعه على منضدة المغسلة، وكأنما هناك شيء يرتفع وينشال إلى سقف المغسلة وينضرب بكل قوة على المنضدة، بحيث حتى أحس هناك أشياء وسوائل تتطاير على وجهي. وبعدها ظللت أسمع أصوات عظام تتكسر بكل قسوة، وهذا الصوت الذي إلى الآن محفور بدماغي. لأول مرة أسمع سطش صوت، أشياء تتمزق بقوة، أشياء مثل أنسجة اللحم. الصوت لا يحتمل أبدا، وأنا هنا تحت كل هذا الرعب الذي أسمعه وأحس به وأشمه. وظللت أبكي برعب وخوف وأدعي رب العالمين أن يخلصني من هذه المحنة الغريبة التي أنا بها. لكن بعد مرور دقائق فجأة هدأ كل شيء، والأصوات بدأت تتلاشى وتختفي، كأنما الطقوس التي كانت قائمة انتهت. فنهضت من مكاني بهدوء وحذر، ورائحة الجثة امتزجت مع رائحة الدم والماء والكافور، مخلفة مزيجا من الروائح الشيطانية التي لا يحتملها العقل البشري وتخترق الروح. وفجأة وإذا بالكهرباء ترجع وتشتغل، أضواء المغسل، وصار كل شيء واضح. ويا ليت لم نور المكان أبدا، لأن المنظر الذي رأيته على منضدة المغسل مستحيل يصدق ويتقبله العقل البشري. كانت جثة الشيخ مقطعة بالكامل، وكل عظم منفصل عن العظم الثاني، والأضلاع كلها مفتوحة ومتشكلة بشكل هندسي ودقيق كأنما نجمة داوود، وأشلاء الجثة منتشرة ومبعثرة على أرضية المغسل. كان المنظر كأنما تم إقامة طقس شيطاني من عالم آخر وعلى أيدي كائنات غير بشرية للتضحية بجثة الشيخ وتشويهها. وفي هذه اللحظة التي أنا بها مصدوم من المنظر، فجأة انفتح باب المغسلة ودخلوا ال4 رجال ذو الملابس السوداء الذين هم ذوي الجثة، الذين أحضروا الجثة في البداية للمغسلة. أنا من الصدمة اللي تعرضت لها كأنما لساني انعقد، لم أقدر أنطق بأي كلمة. فأول ما دخلوا قالوا لي: أنت أطلع الآن من المغسل، ونحن نتكفل بكل شيء وبكل الفوضى التي صارت بالمغسل، ونغادر المكان ولا كأنه صار شيء. وفعلا طلعت برا من دون ما أقول أي شيء. تنفست الهواء أخيرا، ورحت أغسل نفسي من كل الدم الفاسد الذي انتشر علي وعلى جسدي من الجثة، وأنا لا أصدق كل الذي رأيته ومررت به داخل المغسل. وبعد مرور نصف ساعة، عندما أكملت ورجعت للمغسلة، فعلا رأيت المغسل فارغا. غادروه، والمكان والفوضى التي خلفتها الجثة اختفت، والذي بقي فقط بقع دماء قليلة، ودماء مترسبة بين خطوط السيراميك الأرضية. ورأيت بمنتصف منضدة المغسلة كيس صغير أسود. قاموا هؤلاء الأشخاص بترك كيسا لي، وهذا الكيس الظاهر أن بداخله شيء. قد مدلهت لهذا الكيس والتقطت بهدوء وفتحته، ورأيت مبلغ من المال متروك لألي. مبلغ زين ليس عاديا، مع رسالة مكتوبة بخط اليد، كاتبين: غسلت الشيخ مثل ما هو رايد بوصيته، وهذا مبلغ المال هو مقابل اللي صار معك واللي راح يصير بعد اليوم. ماذا يقصد اللي راح يصير بعد اليوم؟
بدت هذه الكلمة ترن ببالي طول اليوم، وأنا لازم بإيد هذا المبلغ وهذه الرسائل الغريبة، وبعد اليوم لم يرجع كل شيء طبيعياً. هناك أشياء إلى الآن تصير معي، بعضها أستطيع ذكرها والبعض الآخر للأسف لا أستطيع. من الأشياء التي أستطيع ذكرها، كلما تجيني جثة للمغسل حتى أغسلها، أحس روح الشيخ موجودة وتراقبني بالمغسل أثناء تغسيلي للجثة. وأحياناً ليس فقط أحس بوجوده، أحياناً أحس الجثة التي أغسلها هي جثة الشيخ بالضبط بنفس الجسد والملامح. لكن مع قراءة القرآن الكريم مباشرة تختفي كل هذه التهيؤات. هل روح الشيخ بقيت عالقة بالمغسلة؟ وما الشيء الذي فعله الشيخ بحياته والذي أوصله إلى هذه المرحلة من التمثيل بجثته وروحه؟ الله أعلم. وهنا تكون انتهت القصة. أوكي، وصلنا لنهاية القصة. أتمنى يا رب عجبتكم ونالت رضاكم، وآسف مرة ثانية على التأخير اللي صار بتنزيل القصص. وإن شاء الله لا، هذه المرة لا، إن شاء الله الجاية راح يكون قوي وإن شاء الله يرضيكم. وكلمة أخيرة، إن شاء الله نحن لسنا فقط راجعين، بل راح نكسر الساحة وراح نقدم شيء لأول مرة يطرح. نحن لسنا فقط جايين نقدم لكم قصص، بل راح نقدم لكم أفلام مدمجة بقصص بشغل أبداعي جدا وأول مرة يصير بالوطن العربي، ويبدأ من الآن حتى ننطيكم تجربة بصرية سمعية ممتعة. الآن شنو الأمور؟ كلها أشياء. هذا الجاي خبل، الجاي حلو، الجاي الله يعجبكم. والله أكره الرسميات، يا حبكم أنا مو دائما لازم رسميات. سوية كأنما قاعدين في مقهى، أو ليش بمقهى؟ بقهوة، يعني قاعدين بقهوة نسولف بعضنا. لا تنسونا بدعمكم ونستمر، واضغط لايك إذا تريد. أو ليش تضغط لايك؟ اضغط لايك. وصلنا للنهاية، ونشوفكم في الحلقات القادمة إن شاء الله. وأكيد love you عمري. مع السلامة.